السلام عليكم. النهاردة هنتعلم مع بعض أساسيات الكروشيه وطريقة بداية الغرز. هنحتاج مع بعض إبرة كروشيه وشلة النوع اللي انتوا عايزينه. بنحدد مقاس الإبرة منين؟ ما بنيجي نشتري الشلة بنلاقي ورقة كده مع الشلة بيبقى مكتوب عليها مقاس الإبرة اللي نستخدمها، مكتوب من 2 ل3. يعني انتوا بتستخدموا إبرة رقم 2 ورقم 3. هنعمل مع بعض عقدة البداية في طريقتين. أول طريقة بنمسك الخيط كده بنمسكه من الطرف، بنسيب حبة من الطرف كده ونمسك الجانب التاني طويل من الخيط ونلفه على طرف الخيط، بيبقى الطرف القصير تحت والطرف الطويل فوق، ونمسك الطرف الطويل ندخله جوه الدايرة اللي احنا كنا عاملينها. بعد كده نمسك طرف الخيط ونشده، وبكده بتكون عملنا العقدة بداية. وبندخل الإبرة جواها، بنشد شوية الخيط بس ما نشدوش قوي على الإبرة، نسيب مرتاح. هنعمله مع بعض تاني. بنمسك الخيط كده، بنخلي الطرف على الإيد اللي بنشتغل بيها والطرف الطويل على الإيد التانية. بعد كده نمسك الطرف الطويل نلفه على الطرف القصير، بيكون الطرف القصير من تحت والطرف الطويل من فوق. بعد كده نمسك الطرف الطويل ندخله جوه الدايرة اللي عملناها ونسحبها جوه كده، بنعمل دايرة تانية جواها. بعد كده بنسحب الطرف القصير ونشد عشان نعمل العقدة زي ما انتوا شايفين. والعقدة دي بندخل جواها الإبرة ونسحب كده الإبرة، بس ما نشدش على الإبرة قوي، نسيبه مرخي بيتحرك بسهولة جوا الإبرة. في طريقة تانية لعقدة البداية. الطريقة التانية لعقدة البداية ان احنا بنمسك الإبرة بالإيد اليمين أو الشمال حسب ما احنا بنستخدم، والإيد التانية بنفردها ونلف عليها الخيط كده، ونمسك حتة من الخيط اللي جاي من الشلة بالصباعين دول، اللي هو الصباع الأول والتاني. وبعد كده طرف الخيط ده بنلفه حوالين الصباع ده، وبعد كده بنمسك الطرف ده بالصباعين دول تاني. بنمسك طرف الخيط كده ونحطه على ايدينا، على كف ايدنا، ونمسك الخيط اللي على ايدنا بالصباعين الاول والتاني، وطرف الخيط بنلفه على الصباع ده ونمسكه بالصباعين دول. بعد كده بنمسك الإبرة ندخلها تحت الخيط، بعد كده بنلف الخيط حوالين الإبرة. يبقى كده دي عقدة البداية. نعملها تاني. الإبرة بنمسكها وندخلها تحت الخيط، بيبقى الخيط فوقيها كده، بنروح لفين الإبرة بحيث ان الخيط يتلف حواليها زي ما انتوا شايفين كده. شفنا الطريقتين بتوع عقدة البداية، يا رب يكونوا سهلين عليكم. بعد ما شفنا مع بعض الطريقتين بتوع عقدة البداية، هنشتغل مع بعض غرزة السلسلة. بس عشان نعمل غرزة السلسلة لازم نبدأ بعقدة البداية اللي احنا عملناها، لازم نعملها قبليها. سواء هنعمل العقدة الأولانية اللي احنا اتعلمناها مع بعض اللي هي طريقة الربط، اللي هي الطريقة دي، وبنروح عايزين بقى نمسك الإبرة عشان نشتغل. هنعمل ايه؟ كده عملنا عقدة البداية على الإبرة. بعد كده هنفرد ايدينا التانية وهنلف عليها الخيط، ونمسك الخيط بالصباعين الأولانيين، والطرف اللي عليه عقدة البداية بنلفه حوالين الصباع دوت، وبنمسك عقدة البداية بالصباعين دول. كده هنبدأ طريقة غرزة السلسلة. بنمسك الإبرة وننزلها تحت الخيط، بيبقى في خيط فوق الإبرة، بنمسكه نسحبه بالإبرة
عشان ندخله جوه العقدة اللي احنا عملناها. كده عملنا اول سلسلة تبقى على شكل 7. تاني بنمسك الابرة ننزلها تحت الخيط، بيبقى فيه خيط فوق الابرة، بنمسكه بالابرة ونسحبه وندخله جوه الغرزة. تاني نمسك الابرة كده وندخلها تحت الخيط، بيبقى الخيط فوق الابرة، نسحبه بطرف الابرة وندخله جوه العقدة اللي احنا عاملينها. كده بيكون شكل السلسلة اللي احنا عملناها. لو هنعمل غرزة السلسلة بالطريقة التانية من عقدة البداية، بنفرد ايدينا التانية اللي مش ماسكين فيها الابرة، وبنلف الخيط عليها كده، ونمسك الخيط اللي على ايدينا بالصباعين الاولانيين، الاول والتاني. بعد كده طرف الخيط بنلفه على الصباع ده، وبنمسك طرف الخيط بالصباعين دول. بنعمل عقدة البداية اللي احنا عملناها مع بعض التانية، بان احنا بننزل الابرة تحت الخيط، بيبقى الخيط فيه خيط فوق الابرة، بنمسك الابرة نلفها حوالين الخيط كده، بيبقى الخيط حوالين الابرة بالشكل ده. دي عقدة البداية التانية اللي احنا اتعلمناها مع بعض. عايزين بقى نعمل غرزة السلسلة، بنمسك الابرة ندخلها تحت الخيط ونسحب الخيط وندخله جوه العقدة اللي احنا عملناها. تاني كده عملنا اول غرزة سلسلة. تاني غرزة سلسلة هنعمل ايه؟ هنمسك الابرة كده وندخلها تحت الخيط زي ما انتوا شايفين، والخيط اللي فوق الابرة هنسحبه بطرف الابرة وندخله جوه العقدة اللي معمولة او غرزة السلسلة. كده عملنا مع بعض غرزة البداية وغرزة السلسلة. يا رب يكون الشرح بسيط عليكم وسهل، وعشان تفرحوني ان انتوا عرفتوا تعملوا الغرز دي، ممكن تشاركوني وتوروني غرز السلسلة اللي انتوا عملتوها، وممكن تعملوا بغرزة السلسلة اساور، سلسلة للرقبة. يعني شاركوني عشان اعرف ان انتوا استفدتوا كويس من الفيديو، ولو في اي استفسار او اي حاجة انا معاكم ومستنية تعليقاتكم. شكرا لمتابعتكم.